هلا يا حلوين، كيفكم؟ أنا دوري ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح نحكي عن 5 نصائح هي كتير بسيطة بس كتير مهمة بنفس الوقت. هاي النصائح رح تخليكي تثقي بنفسك أكثر، وهذا الشي الكل بيحتاجه تقريبا يعني، وتحبي نفسك كمان أكثر. فأول شي قبل ما نبدأ لايك والاشتراك، وثاني شي ادخلوا على الوصف في حسابي بالتيك تابعوني هناك. وغيرت زاوية التصوير صراحة إذا لاحظتوا. فيلا خلينا نبدأ. أول نصيحة هي تعاملي مع النقد بإيجابية. يعني مثلا إذا حدا انتقدك فأنتي يعني ما تاخدي الموضوع بجدية، حاولي إنه تسمعي، إذا في شي مفيد استفيدي منه وخلص يعني. ويعني كلنا بنتعلم من أغلاطنا بالنهاية، أوكي؟ فهاي النصيحة كتير مفيدة أنا بحسها، ولا تأثري بكلام الناس يعني صراحة. خلص أنتي يعني كوني اللي بدك إياه، ما حدا له علاقة فيكي، المهم أنت تكوني رضيانة بنفسك وحابة نفسك. فهلا رح ننتقل النصيحة الثانية، خدي وقت لتعتني بنفسك من جوا ومن برا. شو يعني؟ يعني خدي وقت لتعتني ببشرتك، كلي منيح، اشربي مي، كلي خضار وفواكه، نامي من 7 ل 8 ساعات عشان تفيقي مصحصحة، وهي القصة أنا حكيتها بفيديو الجلو أب. فهذا الشي كتير بفيد صراحة. انزلي تمشي، اسمعي اغنيتك اللي بتحبيها، رتبي الغرفة، سوي اي شي انت بتحبيه، هذا كتير رح يأثر يعني. هلا رح ننتقل للنصيحة الثالثة. اوكي يا حلوين، النصيحة الثالثة بتقول حددي اهدافك واحتفلي بكل خطوة صغيرة للتطور، احتفلي فيها. يعني مثلا انت عم تحاولي تكوني يوتيوبر، اوكي؟ فمثلا هدفك 1000، اوكي؟ انت وصلتي مثلا 500، احتفلي، انت صرتي بنص الهدف تقريبا، فانت كتير قريبة يعني لل1000، فاحتفلي فيه عادي. ومثلا حددي اهدافك لبعدين، يعني مثلا بعد ال1000 شو ممكن يكون هدفك؟ ممكن 2000، 3000، 4000، 5000 الى اخره. ويعني عن جد احتفلوا بكل خطوة انتوا بتمشوها لقدام، اوكي؟ فهلا النصيحة الرابعة بتقول، النصيحة الرابعة، الاشي الرابع يعني اغلب البنات بتعاني منه، ابتعدي عن المقارنات السلبية. كل واحدة إلها طريقة وإلها اشي يعني، انتي ما تقارني حالك فيها، خلاص انتي ركزي على نفسك وقارني نفسك مع نفسك القديمة. خلاص ما لازم تقارني نفسك مع واحدة حلوة، ما لازم تقارني نفسك مع واحدة أبصر شو. خلاص انتي بس ركزي على نفسك وطوري انتي. الشخص الوحيد اللي لازم تقارني فيه حالك هو شخصيتك القديمة، بس ما في ولا كائن ثاني. رح ننتقل للنصيحة الخامسة اللي هي الأخيرة. فقبل ما أحكي لكم بتمنى أنكم تكونوا عم تكتبوا الإشي اللي عم أحكيه، عشان هذا ممكن يفيدكم يعني. بعرفش امتى ممكن تشوفوا الفيديو او امتى ممكن ترجعوا تعيدوا الفيديو او تحفظوا الحكي اللي انا حكيته، فيفضل انكم تكتبوا الاشي اللي انا جالسة عم احكي. اوكي، خلينا ننتقل للاشي الخامس. حلوين، الاشي الخامس تقريبا هو اكثر اشي مفيد، يعني اكثر اشي اغلب العالم بتحتاجه، اللي هو احكي مع نفسك بطريقة ايجابية. يعني مثلا اوقفي قدام المراية قولي انا قوية، انا حلوة، انا كذا. هذا الشي بيرفع المعنويات، حرفيا الكلام الحلو كتير بيرفع المعنويات. وحاولي مثلا كل ما لبستي لبسة حلوة، كل ما عملتي اشي بشعرك قولي انه واو واو، امدح حالك حرفيا. فهذا الشي كتير بيرفع المعنويات يعني، وكتير بيزيد من الثقة بالنفس، اوكي؟ فهيك بنكون خلص مقطعنا اليوم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وبس. بشوفكم مقطع جديد، واقرأوا الوصف عشان راح احط لكم حساب التيك هناك، لكم يعني تيك توك هناك. فبس بتمنى يكون عجبكم المقطع، وباي، اشوفكم مقطع جديد.